اللي كتب القصة دي النهاردة ربنا، واللي جمع الناس اللي شاركت ربنا. خلق ربنا يعني سبحان الله. واحدة عايزة تولد، واحدة بتدور. أنا بطلت حتى عائلها وسبتها على ربنا خالص لحد ما ارتاح قلبي وتيسر حالي. ولو هحكي تفاصيل كل لقمة بتطلع من المطبخ ده هتقولوا عليا بهول الأمور أو اتجننت، شيء ولا في الخيال. أهلا بيكم في لقمة خير وأنا رشا مجاهد. صدقني لو مش عايز حاجة ربنا هيديك كل حاجة. إيمان كلمتني من الصعيد وقالت لي أنا عايز أعمل لقمة عشان هولد الشهر ده. توصل الحاجة من يومين 3. أكلم إيمان عشان نتفق هنعمل إيه، ألاقيها ولدت وبقت أم محمود. دموع فرح وصمت، وقلت يا كرمك يا رب، العبد عايز كرمك وكرمك يسبقنا كلنا. متابعة تانية اسمها دينا كلمتني وقالت لي عايز أعمل 50 وجبة حقن مجهري بقالها 12 سنة. وراها غادة مصرية في الكويت تبعت بنتها ومامتها. إيه يا رب خلقك الجميل ده، ووصلوا لي الحاجة بنفسهم. وغادة قالت لي أنا مش عايزة حاجة بس اعملي اللقمة. النهاردة يوم جميل، معايا هويدا جاية تساهم معايا وتقف تعمل اللقمة بإيديها. أهلا بيكم في لقمة خير مع رشا مجاهد وهويدا سماح. كلمت آية صاحبتي اللي هي بائعة الورد، اللي هي أحلى من الورد. قلت لها الحقيني اليوم كبير عليا. ردت قالت لي جايالك في السكة ومعاكي وفي ظهري. جابت الفاكهة. يا جمال يا جمالي. الكريمة بنت الكرمة. بس كده لا، لسه كمان في هالة، وهالة كمان ساهمت معانا بكب كيك. استني بقى تكة أخيرة. يا تكتك يا حركاتك. حبل طويل من الخير ما كنتش هعرف أجمعهم مع بعض في نفس الوقت. النهاردة عزومة 35 من الأسر الجميلة المتعففة اللي عمرها ما اشتكت وراضية. النهاردة هنروح نزورهم ونطلب منهم إن هم يسمحوا لنا بالهدية دي. واللقمة لقمة خير زي ما لقمتنا لقمتك. المهم موزة حتة حلوة، الله أكبر، بالهنا والشفا على اللي هياكلها. المهم ان انت تعرف انك واحد مننا، انك واحد مننا. اللي كتب القصة دي النهاردة ربنا، واللي جمع الناس اللي شاركت ربنا. يبقى اللقمة دي لازم رايحة لحبايب ربنا. أشوفكم على خير يا أهل الخير.